قصة الفيلم بتبتدي بيب مان مدرب الفنون القتالية اللي بيبقى بيتمرن، وهنا شارع مدارس الفنون القتالية بيبقى فيه احتفال بمناسبة افتتاح مدرسة جديدة. بيروح مدرب فنون قتالية اسمه ليو ليب مان يتعرف عليه ويقول له أنا اللي فتحت هنا مدرسة جديد، وسمعت إنك أقوى مدرب فنون قتالية هنا، وجاي علشان أتحداك في مباراة ودية، وما تقلقش مش هقول لحد كسبت ولا خسرت. وبعد كده بيقفلوا الأبواب علشان محدش يعرف مين كسب ومين خسر، ويبدأ ما بينهم القتال. في نفس الوقت بيكون في شاب جنب البيت بيطلع على شجرة علشان يجيب طيارة ورق بتاعته، فبيشوف القتال وبيشوف كل اللي بيحصل. يب مان بيمسك لو يعمل معاه الصح وزيادة حبتين وبالحنية علشان ما يأذيهوش، وبسهولة بيقدر يكسبه في الآخر. ليو بيبقى مش مصدق، وفي الآخر بيشكر يب مان وبيطلب منه ما يقولش لأي حد إنه خسر، ويب مان بيوعده وبيقول له ما تقلقش سرك كبير. لكن الشاب اللي كان بيجيب الطيارة بيفضحه وبيحكي لكل الناس كل اللي حصل، وكمان بيجود حبتين. يب مان بيقابل شخص اسمه شون، وده صاحب محلات ومطاعم في نفس المكان. بيقول ليب مان انه عايز يفتح مصنع ملابس وعايز يشترك معاه. يب مان بيرفض وبيقول له مش محتاج افتح مشاريع جديدة. في نفس الوقت بيعرف من واحد اسمه لين ان كل الناس عرفت موضوع القتال مع المعلم ليو وان كسب بسهولة، وكمان ليو بيعرف وبيتضايق جدا ويروح على الشاب اللي قال للناس ويتخانق معاه. لكن المعلم بيعرف في الاخر الحقيقة ان يب مان ما قالش اي حاجة، الشاب هو اللي كان بيتفرج عليهم. وهنا بيجي النقيب ليه اللي بيزعلهم وبيقول لهم ليه عاملين مشاكل في منطقتي، واوعوا تفتكروا ان انتوا علشان مدربين فنون قتاليه خلاص محدش هيوقفكم. لا لا والف لا، ده عصر الاسلحه والمسدسات مش النينجا. يب مان بحرفيه بيمسك ايده بالمسدس ويرمي خزنه الرصاص على الارض، بيقول له بالشياكه يعني سلاحك ملوش لازمه، وبيكمل الشياكه ويعزمه على حاجه يشربها على حسابه. المهم يب مان بيدي فلوس لشون صديقه وبيقول له افتح مشروعك، افتح المصنع اللي انت عايزه، ولما تكسب والفلوس ترجع لك ابقى هاتها تاني. بعد كده لين بيروح ليب مان وبيقول له انا اتعلمت شويه حركات جديده بس نينجا وعايز اجربهم عليك، ايه رايك تتدرب معايا؟ بيوافق يب مان وبيبدا ما بينهم بالتدريب، ويب مان بياخده كده على الهادي عشان ما يكسرش بخاطره. ووسط المعركه ابن يب مان بيروح له علشان يوريه رسمه هو رسمها. يب مان بيقول له امشي دلوقتي انا مش فاضي. زوجته بتتضايق جدا وتزعق له، فبيقول اللي معاه امشي امشي انت عشان كده هي رفعت الشبشب، وبيروح بعد كده يعتذر لها وبيلاقي ابنه رسم اتنين بيلعبوا كونج فو. المهم تاني يوم بيوصل على الشارع شخص اسمه جين ومعاه رجالته، بيقابل واحد من المعلمين وبيقول لهم انا جاي اتحدى المدربين اللي هنا. المعلم بيوافق على التحدي وبيبدا ما بينهم القتال في الشارع، وبيظهر هنا ان جين قوي جدا في القتال وكمان عنيف حبتين، وفي الاخر بيكسب جين بسهوله وبيروح يواجه معلم تاني من المعلمين بس المرة دي بالسلاح. المعركة بتبقى قوية جدا لكن بيقدر جين في الآخر برضه يكسب. في الوقت ده بيكون يب مان في البيت مع زوجته لسه بيحاول يصالحها وكده ويقول لها مالك، تقول له مفيش، أصل الاهتمام ما بيطلبش والحبتين دول. المهم إن حد بيجي ليب مان ويقول له على اللي حصل، بيقول له واحد اسمه جين مسك مدربين الشارع كلهم طحنهم، وفي الوقت ده بيكون جين ماسك المعلم ليو ونزل فيه طحن وبرضه بيكسبوا زي غيره. جين بيمشي من المكان وبيقول لهم ايه مدربين القتال دول مفهومش واحد يصلح، كلهم تعبانين محدش يقدر عليا. وبعد كده بيقول لرجالته احنا لازم نفتح مدرسة هنا، هنبقى اغنياء وهنكسب فلوس كتير، هنبقى نمبر 1. صاحب المطعم بيسمعه وبيقول له برضه مش هتبقى نمبر 1 لان نمبر 1 هنا يب مان. جين بياخد رجالته ويروح على بيت يب مان وبيروح وراه ناس كتير، وبيقول ليب مان انا جاي هنا عشان افتح مدرسة جديدة. يب مان قال له يبقى انت محتاج تدور على مكان تفتح فيه المدرسة مش تواجهني. جين مش بيرضى يمشي، بيفضل يستفز في يب مان وبيقول له اكيد انت خايف احسن اقتلك، ما تخافش انا هضربك بس لكن مش هقتلك. وبيستفز كمان زوجة يب مان فبتقول له جوزها عرفه مقامه بس من غير ما تكسر حاجة في البيت. في نفس الوقت بيوصل النقيب ليه ويب مان بيوافق على التحدي وبيطلب من الناس يخرجوا برا البيت. بيبدأ القتال وبيبقى قوي جدا ما بين الاتنين وبيطحنوا في بعض كتير. وسط المعركة حاجات كتير بتتكسر، جين بيقول له هدفع لك تمنها. وبيبدأ بعد كده يب مان يعمل معاه جلاشة وبيمسكوا يطحنوا ويديله درس في الفنون القتالية وبيلسعوا على الخلفية. الناس بيبقوا مبسوطين جدا بانتصار يب مان وبيمشي جين مكسور الجناح، واهل الشارع بيدوا يب مان وابنه هدايا لانه رفع راسهم وكسب جين. وبعد كده بتحصل الكارثة، حرب سنة 1937 اليابان بتغزو الصين، الحرب اللي دمرت أغلب مدن الصين وسببت الفقر والجوع لأغلب السكان.
ومات عدد كبير من سكان المدينة، مدينة فاو شان، وسيطرت الجنود اليابانية على المدينة بالكامل، وبيت ييب مان اتاخد مقر للجيش الياباني، وييب مان أصبح مشرد مع عيلته مش لاقيين حتى الأكل، وبيبيع ساعته وأي حاجة عنده علشان يشتري أكل. وهنا بيقابل شون اللي كان مسلفه فلوس، بياخده معاه على مصنع القطن وبيقول له مش معايا أي فلوس أديها لك، كل الفلوس موجودة في الشغل، بس تقدر تعتبر نفسك ليك 10% من المصنع. ييب مان بيقول له مفيش مشاكل وبيسيبه يمشي. بيرجع بعد كده على بيته والحال كل يوم بيبقى أسوأ من اللي قبله، وبيضطر يدور على شغل عشان يقدر يصرف. بيشتغل في منجم فحم عشان يقدر يجيب فلوس. وهنا بيقابل لين اللي بيشتغل برضه في نفس المكان، واللي بيصعب عليه حالة ييب مان وبيقسم معاه الأكل. في الوقت ده بتيجي الجنود اليابانيين ومعاهم النقيب الصيني اللي بقى دلوقتي مترجم ليهم، وبيقول لكل اللي في المنجم لو حد فيكم عايز يدخل مباراة قتالية يجي، واحد منكم ضد واحد من الجنود اليابانيين، واللي هيكسب هياخد كيس رز. لين بيوافق يدخل التحدي. ييب مان بينصحه بلاش، لكنه بيصمم انه يروح معاهم. وهنا بيكون المعلم ليو بيلعب مباراة قتالية وبيقدر يكسب القتال وبياخد المكافأة كيس الرز تحت انظار اللي هو ميرو اللي بيقرر انه يشارك في القتال. وبيقول لجنوده انا هوري الصينيين مين هم اليابانيين وايه قوتنا الحقيقية، وبيأمرهم يدخلوا 3 مش 1 وياخدوا الرز حتى لو خسروا. لين بيبقى واحد من ضمن ال3. بيبدأ القتال وبيظهر هنا ان اللواء قوي جدا في القتال بيقضي عليهم، لكن لين بيبقى مش عايز يستسلم فبيطحنوا اللواء ويضربوا بعنف لحد ما بيخلص عليه. تاني يوم بيروح ييب مان الشغل وبيدور على لين، بيبقى مش لاقيه. بيجي النقيب الصيني ومعاه اليابانيين بيسألوا على لين، بيقول له معرفش عنه حاجة. النقيب بيسأل تاني مين هيجي القتال يواجه اليابانيين ويكسب كيس رز. ييب مان بيقول له هاجي معاك. بيبقى هدفه يعرف لين ايه اللي حصل له. بيوصل وفي الوقت ده بيكون المعلم ليو عنده قتال وبيكسب وبياخد كيس رز، وبيطلب من اللواء انه يلاعب 3 مقابل ان ياخد 3 اكياس رز، واللواء بيوافق وبيبدأ ما بينهم القتال. وبيكون القتال قوي وصعب. ليو بيحاول معاهم لكنه مش بيقدر عليهم، وفي الاخر بيستسلم وبطلقه بيقتله مساعد اللواء. ييب مان بيبقى حزين جدا عليه، واللواء بيتضايق من مساعده وبيقول له ده مكان للمباريات مش للقتل، وبيهدده لو عمل كده تاني هيقتله. ييب مان بيبقى متضايق جدا وبيطلب يدخل هو في القتال، وبيطلب كمان ان القتال يكون مع 10 مش 1. اللواء بيستغرب وبيوافق على طلبه، وبيبدأ التحدي ييب مان ضد 10 مقاتلين. وبيطلع ييب مان النينجا اللي جواه وبيعمل معاهم الصح وزيادة حبتين 3، بينتقم منهم ويقضي عليهم واحد ورا التاني وبعنف. في الآخر بكفاءة نينجا بيقدر يفرشهم على الأرض. بينزلوا اللواء ويأمر الحراس يدوله رز، وبيقوله عايزك تيجي هنا تاني، وبيسأله عن اسمه بيقوله أنا مواطن صيني، لكن المترجم النقيب بيترجم غلط. بيقوله الحقيقة اسمه ييب مان. بيمشي ييب مان وبيسيب الرز، بياخد بس الرز بتاع المعلم ليو وبيوديه لأسرته يقول لهم مات وهو بيجيب لكم الرز. ييب مان بيبقى حزين جدا على اللي ماتوا وعلى حال البلد اللي اتدمر من الحرب. في نفس الوقت بيكون جين عامل عصابة وبيسرق الناس، وبيروح يسرق مصنع القطن بتاع شون. بيضرب صاحب المصنع وبيقول له هرجع لك تاني لو ما كنتش مجهز لي فلوس، هاخد البضاعة كلها وادمر المصنع. ييب مان بيعرف، لكن لما بيوصل بيكون جين مشي، وكل اللي في المصنع بيطلبوا من ييب مان انه يعلمهم الفنون القتالية علشان يدافعوا عن نفسهم وعن المصنع اكل عيشهم، وهو بيوافق وبيبدأ يعلمهم وبيشتغل كمان معاهم في المصنع. اللواء بيسأل على ييب مان مجاش ليه، وبيطلب من النقيب ليه ان هو يجيبه، بيقول له صعب فبيضربوه. النقيب بيروح لييب مان وبيقول اللواء مصمم يلعبك، وبيظهر هنا ان جايله ومعاه قوة من الجنود اليابانيين. مساعد اللواء بيعاكس زوجة ييب مان، فبيعمل معاه الصح هو والجنود اللي معاه وبيفرشهم برضه على الارض. وهنا النقيب بيقول له لازم تهرب بسرعة من هنا اكيد هيقتلوك. ييب مان بيسمع كلامه ويمشي. بيمسكوا النقيب ليه يضربوه، واللواء بيصدر امر بالقبض على ييب مان. وبيظهر بعد كده ان النقيب ليه مخبي ييب مان عنده في البيت، وبيعرف ييب مان اللي حصل له وانه ما اعترفش عليه فبيشكره. جين ورجالته بيرجعوا على المصنع وبيدخلوا في معركة مع كل اللي في المصنع. في الوقت المناسب بيوصل ييب مان وبيبدأ يتعامل معاهم ويقضي على رجالة جين واحد ورا التاني. في الآخر بيعمل الصح مع جين، بيطحنوا وينفضوا لحد ما هو بيستسلم وياخد رجالته ويمشي تحت شعار احنا اسفين يا صلاح. تاني يوم النقيب ليه بيقول لييب مان ان اللواء عارف انك بتشتغل في المصنع وبعت قوة علشان يقبض عليك ما تروحش هناك. اليابانيين بيوصلوا المصنع وبيضربوا صاحب المصنع والعمال عشان يعرفوا مكان ييب مان. في الوقت ده بيوصل ييب مان ويوقفهم وبيقول لهم انا هو موجود علشان ما يضربوش حد.
مساعد اللواء بيبقى عايز يقتله، لكن اللواء بيرفض وبيعرض على ييب مان انه يشتغل معاهم يدرب الجنود اليابانيين على الفنون القتالية مقابل انه يسيبه يعيش. ييب مان بيرفض وبيقول له لو عايز تشوفني وانا بقاتل فانا هقاتلك انت، وبيتحداه قدام الناس كلها، واللواء بيقبل التحدي. ييب مان بيوصي صاحب المصنع على زوجته وابنه، بيقول له وديهم اي مكان بعيد. بياخدوا ييب مان، وتاني يوم شون بياخد ابنه وزوجته بالعافية علشان يسفرهم من المدينة. في الطريق هي بتفضل تترجاه انه يرجع علشان تحضر القتال. بيجي ميعاد القتال، واللواء علشان واثق في نفسه حبتين بيدعي الناس تحضر القتال علشان يكون القتال عادل قدامهم ويرفع اسم اليابان. بيوصل ييب مان وبيبدأ ما بينهم القتال. القتال بيكون قوي وصعب جدا، لكن ييب مان بيقدر يعمل معاه الواجب وزيادة حبتين تلاتة. بينتقم منه، وبعد ما بيطحنوا بيعملوا في النهاية دمية خشبية يتمرن عليها. في نفس الوقت بتوصل زوجته وبتشوفه وهو بيطحن في اللواء، وفي النهاية بيقدر يكسب ييب مان القتال عن جدارة. الناس كلها بتحتفل بفوز ييب مان. مساعد اللواء بيضربه طلقة بتيجي في كتفه، والنقيب الصيني بيخلص على مساعد اللواء، وبتحصل فوضى كبيرة في المكان. وفي النهاية بمساعدة النقيب وشون صديقه بيقدر يهرب ييب مان من المدينة، وبتنتهي الحرب ما بين اليابان والصين سنة 1945. وبكده بينتهي الفيلم. ما تنساش في النهاية تندع على صاحبك في خانة الكومنتات، وكمان اللايك للفيديو.